مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. الله أكبر، إذا العبودية الصح، مهاجرا إلى الله ورسوله، مهاجرا إلى الله ورسوله، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الله أكبر. تلك النوعية التي يريدها الله لك، أن تكون عبوديتك لله في الدعاء. وإذا سألك عبادي عني، عبادي عبادي، دخلت في مرتبة العبودية، لأن الذي يدعو بقلبه هو عبد لله. إذا دعا بربع قلبه يبقى هو عبد للدنيا، لأن الله تعالى يريد لك عندما تكون بين يديه أن يكون قلبك معلقا به وحده. ولذا من السبعة الذين ظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، معلق بالمساجد. وحب الجنة مطلب، وحب الله تعالى ورسوله والأساس، وحب الملائكة واجب عليك شرعا. أما المبالغة في حب الأشياء الأخرى كالذي يحب أن ينام مما يجعله يتأخر عن عمله، سلمك الله، أو يبالغ في النوم بحيث إذا كان طالبا لا يذاكر، أو يبالغ في المأكولات والمشروبات بحيث يشغل عن أوقات الواجبات الشرعية التي أرادها الله تعالى له. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، هذا حال المنافقين، عبودية المال والأهل. كلام واضح جدا، كلام واضح. لما تخلفتم عن الجهاد مع سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، فأوجدوا لأنفسهم المعاذير، وعلقوا لأنفسهم الشماعات لكي يعلقوا الأخطاء عليها. الشماعات كثيرة والمعاذير كثيرة، ولكن ليست هذه الأعذار مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذه الأعذار في معظمها أعذار وهمية. وأما الصادقون مع الله سبحانه وتعالى فهم الذين يجعلون الله تعالى أولا في كل شيء. وتلك القضية الأساسية التي تدور عليها حكمة اليوم، والتي ملخصها أن كل شيء تحبه وتبالغ في محبته بخلاف الله سبحانه وتعالى فإنك تكون عبدا عند من أحببت أو عند ما أحببت. والله تعالى لا يريد لك أن تكون عبوديتك إلا له. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الرب، لأن الله تعالى هو السيد، لأن الله تعالى هو الصمد، لأن الله تعالى هو الذي يقضي الحاجات. وجميع من تعلقت به أو بهم أو بها من دون الله إلى زوال. يبقى طين بيحب الطين، الطين هيمشي مع الطين، هيسافر مع الطين، الطين هيسافر مع الطين. يبقى طين عبد للطين. منها خلقناكم، يعني الأرض، يبقى أنا طين، دي حتة الطين. منها خلقناكم، دي حتة الطين، وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يعني يبقى الواحد من طين ويبقى عبد عند الطين. أعتقد أنها صورة مستقبحة. لكن أنت من طين وتبقى تبقى عبد عند رب الطين، عند خالق الطين، عند خالق الأرض، عند أنك عبد لله، تتباهى أنك من عبيد الله سبحانه وتعالى، تتباهى أنك منتسب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا لما أراد الله تعالى أن ينسب رسوله إليه صلى الله عليه وسلم قال
وأنه لما قام عبد الله، تأمل، عبد الله سماه عبد الله، لأن عبودية النبي صلى الله عليه وسلم متجهة إلى الله وإلى دعوة الله وإلى نصرة دين الله. وأنه لما قام عبد الله ولم يقل محمد أو الرسول أو النبي، لتأكيد معنى مهم، أن العبودية الحق لله هي التي تعينك في هذه الحياة، لأنه عندما يعتمد الضعيف على الضعيف فإنه لن يفلح، لن يفلح. وعندما يعتمد الطين على الطين فإنه لن ينجو. ولكن كما قال الملك سبحانه وتعالى جل جلالك يا الله على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني. شوف بقى، العبد بيتجه للسيد. عبوديتي يا الله ليست للنساء، لن أستسلم لهن، لن أستسلم لهن حتى لو كان السجن مصيري، لن أستسلم، لن أستسلم. بأتحرر أنا يوسف من عبودية النساء ولن أدخل فيه ولن أقبلها، ولن أقبل أن أكون إلا عبدا لله. يا سلام. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. دي قضية خطيرة جدا، إن اللي بيتعلق بأمر دنيوي بيتعبه، بيتعب أعصابه، بيتعب نفسيته، سلمك الله. يقعد مشغول بيه، اللي بيبني بيت بيقعد متعلق بالبيت ويدور في فلكه، اللي بيشتري سيارة، اللي بيشتري أرض، اللي بيشتري عقار. الإسلام لا يمنعك أن تزاول كل هذه الأنشطة، ولكن زاولها باعتدال. لا تعطيها الحب كله. ليه؟ لا تعطيها الحب كله. ليه؟ لأنها إلى زوال، والباقي هو الله سبحانه وتعالى. السيارة مهما تعيش وأنت مغرم بها متيم بها إلى زوال، هتبيعها يوم من الأيام أو يجري عليها ما يجري على الأقدار أو من الأقدار. البيت لن يعيش الدهر كله، الأرض لن تعيش الدهر كله، حتى أولادك لن يعيشوا الدهر كله. سلمك الله وأحبك. وتلك معاني هي فعلا دي بقى الحكم، ديت الحكم. شفيق البلخي بيتكلم عن أسباب زهده في الدنيا، فقال: كلما تعلقت بصديق، يعني كل ما أحب حد وأبالغ في حبه وأجتهد في إرضائه، فإنني أقول بعد فترة: لقد ذهب، لقد سافر، لقد مات، لقد كذا 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 كذا. وبعدين أحب واحد تاني فإذا به سافر أو مات أو كذا أو كذا وكذا. فقلت في نفسي: فلما أتعلق بالبشر؟ ولما أتعلق بالعبيد؟ ولما أتعلق بالطين؟ فإني أتعلق بالله الواحد الأحد. ده سر اجتهاده وسر زهد شفيق البلخي، أنه رأى أن كل واحد متعلق بحاجة، المتعلق به إما أن يسافر وإما أن يموت وإما أن يفنى، فتبقى الحسرة باقية في نفس الإنسان بعد زوال الشيء الذي كان يحبه. ولذا سلمك الله تعالى وأحبك وأذاقني الله تعالى وإياك حلاوة الإيمان، فإن الإسلام يريد منك أن تقدم حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سواهما. ثلاث من كن فيه وجد، يعني استطعم، يعني استحلى، يعني استطاب، وجد بهن حلاوة الإيمان. أولها يا سادة الكرام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله أكبر. وتلك القضية الأساسية التي اخترنا هذه الحكمة لأجلها.
كل شيء يتعلق به الإنسان فهو إلى زوال، وعندما يزول فإنه يترك حسرة كبيرة في قلبك. ولذا فعندما تمنى أن تكون عبدا لله، كما قال الفاروق رضي الله تعالى عنه: اللهم اجعلني عبدا لك وحدك. الله أكبر. دي العبودية بقى الصح. اللهم اجعلني عبدا لك وحدك. كل مظاهر حطام الدنيا لا أحب أن أكون عبدا عنده، لا أحب، لأن فراق المحبوب يترك في القلب والنفس لوعة عظيمة دونها الموت. والمبالغة في حب البشر قد تؤدي بك إلى حالة من الخروج عن الملة، كهؤلاء الذين كانوا يحبون المال، يبالغون في حب المال، فيمدحون الملوك والأمراء والخلفاء مدحا يخرجهم عن الشريعة، لأنه بيحب الفلوس، محتاج سرة الفلوس، حتى لو باع دينه للفلوس فهو عبد عند الفلوس. حتى دخل أحدهم يريد أن ينافق الحاكم فقال له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فإنك أنت الواحد القهار. فأعطاه سرة ذهب فيها 1000 دينار ذهب. عبودية المال، عبودية الذهب. سلمك الله وأحبك وبارك الله تعالى فيك. وعندما أبي فراس الحمداني لكي يعتذر فقال في اعتذاره: فليتك تحلو، لم يكن اعتذاره لله ولكن كان اعتذاره للحاكم في هذه الفترة السياسية الصعبة. فقال الحاكم يتودد إليه: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. لم يكن هذا الشعر عشقا إلهيا على حد ما يفهم العوام، لا، ده هذا الشعر قيل في منافقة الحاكم. يعني واحد بينافق الحاكم، بيقول له: أنت بالنسبة لي كل حاجة، أنا عبد عندك، أنا عبد تحت حذائك، أنت بس كده ابتسم لي، اديني إحساس أنك راضي عني، إذا رضيت عني فأنت الدنيا كلها. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذا كلام قاله أبي فراس لكي يستجلب ود الحاكم، ولم يكن هذا الكلام في الأساس عشقا إلهيا ولا شيء أبدا. ده هو عبارة عن طلب المال وطلب السرة التي سيعطيها له الحاكم. وقد كان يعني يأخذون ما يشاءون لأنهم عبيد عند المال، حتى لو أن هذا المال جعله يشهد زورا أو يحكم ظلما أو يبيع عرضا أو ينتهك حرمة لأجل المال وسطوة المال وحب المنصب. يتزلف لدى الساسة، لدى الحكام، لدى الأمراء، طالب يدور على المغنيات يعلمهن الغناء طوال اليوم في بغداد، يلف من بيت إلى بيت إلى بيت إلى بيت في منتهى الجد والنشاط، وعندما يأتي موعد الصلاة لا يصلي وسامع الأذان. عبودية الدنيا، عبودية النساء، أو بعض المعاصي أو الإنترنت. وعندما يأتي موعد صلاة الفجر يقول لك: أنا تعبان، أنا محتاج أنام، أنا طول الليل صاحي. فيبقى عبدا عند الدنيا لكي يحرم من أحسن متعة في الدنيا، من أحسن متعة في الدنيا، وهي متعة صلاة الفجر. مشاهدي الكرام، حكمة الله رحمه الله تعالى، وهي الحكمة 8 بعد 100: ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا. يا سلام، صحيح. لحد إن واحد كان بيحب التعبين
وترك له والده أموال كثيرة جدا فأنفقها في شراء الثعابين، وصار حبه كله للثعابين حتى قتلت. أصبحوا ذات يوم فإذا هو مقتول. عبودية الدنيا متمثلة في كل المظاهر التي تراها سلمك الله تعالى وأحبه. عبودية الدنيا والمال تجعل الأخ يقتل أخاه، وتجعل الابن يقتل أباه، وهذا موجود في بلادنا وفي غير بلادنا في الأسابيع الماضية سلمكم الله تعالى. هذا كلام